يعني بالطبع هي مبادرة إيجابية جيدة، وأتت في الوقت المناسب كي يتم لم شمل الصف الكردي ضمن المعمعة الكبيرة التي دخلتها المنطقة بشكل عام. فالرد والجواب على هكذا مبادرات بالطبع لها الجانب المؤثر، خاصة إن كان الرد إيجابي بالتجاوب مع هذه المبادرة من الطرف الآخر. وباعتبار هي مبادرة ظهرت من طرف عسكري، لكن هذا لا يعني بأن تبقى هذه المبادرة عسكرية، إنما الجانب المدني هو الذي يتطلب أن يدخل على الخط وتحدث الحوارات ضمن هذا الإطار. لذلك ما رأينا حتى الآن من جواب من بعض المسؤولين من المجلس الكردي حقيقة لم تكن بقدر المسؤولية، وهي لم تتحمل تلك المسؤولية. لكن قسم من المجلس الوطني كان له تجاوب، وأبدوا استعدادهم للانخراط ضمن هذه المبادرة والعمل على الوصول إلى اتفاق كردي ضمن في هذه المرحلة العصيبة. لذلك أقول بأن أخذ القرار الحاسم والعمل ضمن هذه المبادرة، الانخراط ضمن هذه المبادرة، سيكون موقفا تاريخيا وسيسجل في التاريخ حقيقة. ومن يبادر ويملك تلك الجسارة للبدء بالخطوات العملية للتوجه نحو تطبيق هذه المبادرة أو التوافق مع هذه المبادرة، بالطبع سيكون له الدور الأساسي في المراحل المقبلة. لكن حتى الآن ما نراه بأن هناك تردد كبير، وهناك لا جرأة، ضعف جرأة بالتعامل مع هذه المبادرة. قد تكون لها أسباب إقليمية، تأثيرات إقليمية، أو قد تكون هناك أسباب داخلية أو ضغوط داخلية لها تواصل مع الإطار الإقليمي يؤثر على القرار الكردي. لذلك أقول بأن القرار الكردي في سوريا عليه أن يكون مستقلا، والعمل بجرأة وجسارة في هذا الإطار سيكون خطوة تاريخية للتوجه نحو توحيد الصف الكردي والوصول إلى اتفاق تاريخي ضمن إطار مبادئ أساسية بحيث تخدم مصلحة الشعب الكردي بالكامل دون تمييز. والآن حدث اتفاق بين المجلس الكردي والائتلاف حول نقطتين، أولها تشكيل لجنة للتحقيق بالجرائم والانتهاكات التي حدثت في هذه المنطقة ولا تزال تحدث. بالطبع هذا قرار جريء، ومن الضروري تحمل المسؤولية، وإذا تحمل المجلس الكردي هذه المسؤولية ندعوه بالاستمرار فيه، علما أن الطرف الذي كان المتسبب الأساسي بارتكاب هذه الجرائم لا يمكنه أن يعطي نتائج واضحة وحقيقية عن التحقيقات التي قد تحدث في المنطقة بصدد الانتهاكات أو الجرائم. ومع ذلك أقول أن تحمل هذه المسؤولية والبدء بفتح تحقيق بحق ما جرى في هذه المنطقة وبإشراف دولي مهم جدا. لذلك على المجلس الكردي الاستمرار بهذه التحقيقات والتوضيح للرأي العام ما بالخطوات التي يتم البدء بها أو تنفيذها، وتوضيح نتائج هذه التحقيقات، علما أنها إن بقيت ضمن إطار الائتلاف والطرف التركي بطبيعة الحال لن تكون هناك نتائج حقيقية،
ولن تكون لها مصداقية لهذه التحقيقات. فندعو المجلس الكردي أن يكون متيقظا لهذا الجانب، وأن لا يساهم في شرعنة الاحتلال في هذه المناطق. القرار الآخر، الاتفاق الآخر، هو البدء بإعادة النازحين والمهجرين من سكان هذه المنطقة. من بعد إصدار هذا القرار رأينا بوفود مجموعات من الأسر التي بدأت تستوطن سريغاني، لكن حقيقة لا نعلم إن كانوا هم من سكان سريغاني الأصليين أم أنهم عوائل للفرق والفصائل التي أتت واحتلت هذه المناطق. بالتالي هكذا قرار يشرعن التغيير الديموغرافي والخطة التركية التي بدأتها في شمال سوريا، وهذان الطرفان بمعنى أن المجلس الكردي والائتلاف يلعبان دور بالتغيير الديموغرافي، تسير عملية التغيير الديموغرافي، سياسة التغيير الديموغرافي في المنطقة، وهذا ما يحمل المجلس الكردي مسؤولية أخرى. وندعوه أن يكون متيقظا أيضا بهذا المجال كي لا يكون تحت مسؤولية قد لا، يعني بقرار قد لا يكونوا هم بنفسهم اتخذوا. هذه المناطق التي احتلت من قبل فصائل متشددة متطرفة لها تداعيات على من يتحمل المسؤولية أيضا. الطرف التركي هو المسؤول الأول عن كل الانتهاكات التي تحدث في هذه المناطق، باعتبار الدولة التركية هي الجهة الراعية والداعمة بقوة لهذه الفصائل، وهي بالتالي تتحمل مسؤولية ما ترتكبه من جرائم هذه الفصائل.